آخر الأخبار في قناة اي تك شانل. أوبو نزلت أقوى موبايل في فئته المنافسة. موبايل بالايه المميزات كلها اي اي، وعارفين مميزات صادمه جدا. واكتر من يعني مثلا الزرار اللي هو يشغل اوضاع، بيعمل حاجات في الموبايل، بيشغل برامج معينه، بيعمل حاجات كتير وحاجات اكتر من كده بكتير. تتابعوا الفيديو عشان تعرفوا. واخيرا موبايل اوبو فيرو 16 وصل للاسواق العالميه. في 25 يونيو اعلنت شركه اوبو ان الموبايل وصل عالميا وهينزل في مصر قريب جدا. احنا النهارده جايين نعرفكم على مميزات الموبايل. فاول ميزه معانا هي ميزه اي اي سناب كي. ميزه الاي اي سناب كي دي حرفيا ميزه تقدر تعمل كل اللي انت عايزه بضغط زرار على الزرار الجديد اللي هم ضافوه. فمن تصميم الموبايل الجديد هم ضافوه الزرار اللي من على الشمال ده. فبقى الزرار ده انت تقدر انك لما تدوس عليه ضغطه قصيره يعمل حفظ للشاشه، اللي هو يوديها على اي اي مايند سبيس، وهما الاثنين مربوطين ببعض. انت لما تدوس ضغطه قصيره على حفظ الشاشه يروح ان هو ينقلها على المايند سبيس، تقدر ترجع لها بعدين. وتدوس ضغطه طويله لتسجيل ملاحظه صوتيه. لو انت دوست ضغطه طويله هيبدا ان هو يعمل تسجيل ملاحظه صوتيه. في ميزه ثانيه في نفس الزرار ان انت تقدر تغيير اوضاع الهاتف، مثلا من الاتزان لعدم الازعاج، او حتى انك تخليه زي ما هو، او مثلا انك تخليه ان هو يتغير بين السرعه بتاعه الصوت. وفي برضو اللي هو وصول سريع للادوات، فتقدر انك توصل مثلا تفتح الكاميرا او تتصور الشاشه، او مثلا انك تقدر تفتح الفلاش، تقدر تعمل حاجات تانية او كده، او تفتح مثلا الترجمه الفوريه او حاجات تانية كتير، وكل ده بضغطه واحده. ونيجي لتاني ميزة وهي ميزة ال AI Menu Translation، اللي هي ترجمة المنيو باستخدام الذكاء الاصطناعي. فأول ما تشغل برنامج الترجمة هيروح على طول الذكاء الاصطناعي يترجم المنيو بالكامل. فحرفيا لو انت كده مش هتعاني في أي مشكلة في أي لغة تانية، لو المنيو كان بأي لغة أجنبية تانية. فانت دلوقتي تقدر انك تفاصيل كل وجبة وتفاصيل المنيو بالكامل حرفيا، كل ده باستخدام تطبيق ال AI Menu Translation. وبس هي دي الميزة. تالت ميزة وهي ميزة ال AI Group. فبقوا دلوقتي تقدر انك انت لما تدوس خطة مطولة على الشاشة يروح يفتح لك الجروبس. او برضو بدل ما انت تعمل اي حاجة هو بيستخدم ال AI علشان يرتب لك الالوان بتنسيق مليح وشكل جميل باستخدام ال AI. وكمان بيستخدم الحاجات اللي زي بعض ويحطها جنب بعض عشان تلاقيها بسهولة لما تكون محتاجها. نيجي بقى للميزة الرابعة. ورابع ميزة معانا وهي ميزة ال AI Bill Manager. فحرفيا ال AI بقى تقدر انك تدير مصارفك وفواتيرك من على المايند سبيس. فدلوقتي انت بتقدر تصور له او تبعت له او تكتب له حتى او تسجل بالصوت الفاتورة بتاعتك، وبعديها هو بيروح يقرأ البيانات ويرتبها. ولو مثلا الفواتير بتاعتك كان فيها عملات أجنبية أو حاجة زي كده فهو بيحولها لحساب الصرف بالعملة الحالية بتاعتك اللي أنت مختارها، فبيروح يرتبهم لك. فأنت بتقدر تشوف الفواتير بتاع كل المصروفات الشهرية بتاعتك، وكمان بتقدر إنك تشوف كل المصاريف بتاعتك كلها متجمعة في البيل مانجر. بس دي ميزة ال AI Bill Manager. ويلا بينا ندخل على ميزة خامسة. خامس ميزة معانا وهي ميزة حرفيا أغلب الناس بيحتاجوها لو هما مثلا في جامعات أو بيتكلموا مع أو بياخدوا محاضرات باللغة الإنجليزية، ومثلا بيحاولوا إن هما يواكبوا الكلام بالإنجليزي فمش بيلحقوا أو بيحاولوا يلخصوا حاجة أو كده. فبتيجي ميزة ال AI Live Translation اللي هي بيسمع المحاضرة كلها وبيسجلها معاك في نفس الوقت، وبعد ما تخلص بيسجل لك أهم النقاط والملخصات بتاعتها، وكمان بياخدها كلها كده بالعربي كلام زي برومت أو سكريبت كامل، وانت تقدر انك تبص عليها بعد ما تخلص. وكل ده حرفيا يعني بيخلص في وقت بسيط، وده بيكون كله بالذكاء الاصطناعي موجود في برنامج ال AI Live Translation أو برنامج الترانسليشن بتاعه. بس دي الميزة الخامسة، ويا رب ينفع الميزة السادسة. نيجي لسادس ميزة وهي ميزة ال AI Mind Pilot. حرفيا الميزة دي بتستخدم 3 نماذج ذكاء اصطناعي في نفس الوقت علشان يشوف الأنسب منهم علشان يجاوب على سؤال. تسأله على سؤال معين وكلهم بيشتغلوا في نفس الوقت،
بيحددوا انهي نموذج الافضل علشان يناسب سؤالك ويجاوب عليه بادق النتائج. وكل ما تتكلم معاه اكتر وتساله اسئله وتعرفوا الفكره بتاعتك والافكار بتاعتك اللي انت بتفكر فيها، كل ما هو بيكون ادق وبيطلع لك نتائج احسن، وبيستخدم دايما النموذج الافضل علشان يستخدمه. والثلاث نماذج دول هما جيميناي وشات جي بي تي وبريبلكسيتي. وبس يلا نخش على الميزه الثانيه اللي قبل الاخيره، وهي ميزه البي سي كونكت. ميزه البي سي كونكت دي ميزه خرافيه جدا، تقدر تتصل بالموبايل بالكمبيوتر. يعني تقدر انك تخلي الموبايل كده يجي جوه الكمبيوتر، وتقدر تشوف الموبايل من على الكمبيوتر، وتمسك وتلزق على الكمبيوتر النصوص او الحاجات، وتبعت ملفات او ترد على الاشعارات او ترد مع حتى مكالمات وكل ده على الموبايل. وعلشان خصوصيه اكبر في النوافذ اللي بتكون على المحطه، فعشان كده انت بتكون دي خصوصيه اكبر. بس دي كانت ميزه البي سي كونكت الخرافيه. وبندخل على الميزه اللي قبل الاخيره. مع الميزه اللي قبل الاخيره وهي الاي اي سكان. فدلوقتي انت لما تيجي تمسح اي ورقه او اي مستند تروح على طول تروح ان هو يتمسح كده كامل بالذكاء الاصطناعي، ويروح يتحول زي انك تقدر تحوله حتى لشيخة البي دي اف او الاوفيس او حتى صوره عاديه او فيديو قابل للتعديل. وحتى لو قعدت تصور في صفحات كثيره وبعدين حولتها لمستندات بي دي اف او اي حاجه، عمرها ما هتهنج معاك او تعلق. بس ودي كانت ميزه الاي اي سكان. يلا الميزه الاخيره وهي ميزه حرفيا ده اول هاتف اندرويد في فئته يطبق البي سي سي، وهي ميزه بتخلي ان موبايلك يكون من حسابك او بياناتك تكون معزول في بيئه معزوله تماما وامنه عن اي مخاطر. ده حتى ان الشركه المطوره نفسها ما تقدرش توصل لبياناتك من كتر ما هي برايفسي. ده حتى ان انت تقدر ان هو حتى في استقبال الملفات او ارسالها بتفضل البيانات مشفره وما تقدرش اي حد يوصل لبياناتك، لانك بقيت تستخدم الموبايل في البنك، الارسال الاموال والحسابات وحاجات اكتر من كده كتير. فلازم الميزه تكون قويه. وبس ده كان فيديو النهارده اللي عرفتكم فيه عن كل حاجه وكل مميزات الاي اي الموجوده في الموبايل اوبو الجديد. فلو عجبكم الفيديو او افادتكم معلومات متنسوش تعملوا اشتراك ولايك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونشوفكم في فيديو جديد في قناه اي تك.